السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا كل حبايبي، انا رفيدة ممدوح، دي قناة اكلك على قدك. هنعمل النهاردة الفتة المصرية الاصيلة بطعم وريحة حكاية. احنا الحقيقة الفيديو ده كان بتاع العيد وما نزلش في العيد لظروف ما، فالمهم يعني لو اول مرة تشوفوني اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة انا بنزلها جديدة. احنا عملنا الفيديو قبل، عملنا الفتة بس كانت على فراخ قبل العيد. المهم يعني دي فتة العيد جت متأخرة شوية معلش. المهم بنحمر بقى الرز، بنحط فيه ورقة بتاع لورا، وبنحط فيه بتاع قرفة خشب. دي لحمة راس جمل، لحمة راس جمل ده كان متوفر عندنا في العيد، وكل واحد ربنا يهيأ له رزقه. في ناس لحمة ضاني، في ناس بس النهاردة الفتة على لحمة راس جمل. معنا بقى العيش الجميل المصري ده، شفت كنت متحنية وكنت فرحانة بالحنة دي جدا، كنت متحنية بقى ليلتها كنا صباحين عيد بقى. المهم حطينا حبة زيت كده، وحطينا معاه توم. انا التوم مفصصاه وعيناه في التلاجة في الفريزر. هات ليمون. حطينا حبة توم على حبتين حبهان على ورقة لورا على عود قرفة، وحطينا اللحمة تاخد صدمة. طبعا حط اللحمة كده واقلبيها على الناحية التانية. انا ما بقلبش، انا بقلب الحلة كلها على بعضها كده، بقعد اقلب في الحلة بتقوم راحة تاخد الصدمة. وبحط معلقتين فلفل اسمر كده، اللحمة بتحب الفلفل الاسمر. وبحط حبة شعرية على الرز بعد ما اتحمر كده، يديله كمان طعم ولون بقى. فتة وعيد بقى، فتة وعيد بشعرية ومحمر. الفتة مفيش اسهل منها في العيد، وكمان عشان ما تضيعيش خصوصا في العيد الكبير، عشان ما تضيعيش يوم عرفة. طبعا يوم عرفة كان افضل يوم طلعت عليه الشمس، فما تضيعيش يوم عرفة. واعملي للعيد حاجة بسيطة، واكل العيد بيتعمل الصبح. معانا بقى كان معانا حبة شوربة كده، فحطيناهم في قلب الرز يدوله طعم. في ناس احنا بنعمل كتير بمية على طول، بس في شوربة بقى حطينا، مفيش خلاص تمام بنعمل بمية وحطي مثلا مكعب مرق لو عايزة، مش عايزة خلاص اللي يريحك. الرز ده كله اختيار. طبعا اللحمة خدت الصدمات بتاعتها الجميلة وخلاص يعني قربت تنشف. حطينا بقى البصل مقطعينه، فلفل، بطاطساية او كوساية او جزراية، ممكن كله مع بعضه يعني، بصلاية وكوساية وجزراية مع بعض. بس مادام في كوسة وجزر ما تحطش بطاطس، مفيش لا ده ولا ده حط بطاطساية، برضو بيخلي الشوربة صافية وجميلة وبيمنع الزفار. حطينا برضو معلقة طماطمية كده ضربها في الخلاط، وغطيت عليها بقى. طبعا في الحلة الضغط دي لحمة جملي، فلازما انا بطبخ في الحلة الضغط بسرعة اسهل واسرع. العيش بقى اللي احنا كنا مقطعينه اللي انتوا كنتوا شايفينه كان ناشف جدا، ده عيش مصري. ممكن العيش اللي هو بتاع الفرن بنقطعه برضو وبنحمصه، عايزه تحمصيه بزيت، عايزه تحمصيه بسمن وتحطيه في الفرن يحمص تمام، عايزه تحطيه في الشمس ينشف زي الفل ويبقى من غير دهون ولا اي حاجه. طبعا سقيناه شوربه على معلقتين صلصه كده، على معلقتين صلصه بتوم اهون، وغرقناه بقى شوربه. حط شوربه كتير توصي عشان يطلع طري وحلو. في ناس بتحبه ناشف، الارضيه بتاعتنا جت شفتوا ارضيتنا في ناس بتحبه ناشف، واحنا بنحطه كده ونحط عليه الشوربه والصلصه ونغطيه لحد ما يطرى خالص، وبعدين نحطه تحت الرز وبنحط الرز فوق. في ناس بتحبه كده حتت ناشفه كده في الجناب. لا احنا لا، عايزينه كده مع واخد من طعم الرز، واخد من طعم الصلصه، واخد من طعم الاكل، بنحبه تحت الرز. انا وابني يعني يمكن ناكل عيش وما ناكلش الرز اللي على الوش خصوصا العيش المصري ده يعني عندنا فاكهه، يعني شفتوا زي ما كانوا جايبين فاكهه غاليه كده وما بتجيش. احنا في دمياط ما بنعملش العيش دون. احنا بنعمل العيش اللي هو المرحرح اللي بيقولوا عليه الطويل بتاع المكنه. انما العيش دون عيش مصر، الله يديها الصحه ماما بصراحه. في ناس هي عاملينه في مصر وجابتهولي جاهز، يعني الله يديها الصحه يا رب ويخليها لي يا رب، اللهم امين. ويخلوا لكم امهاتكم ويرحم ابويا ويرحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم امين. وفي العيد نفتكرهم بدعوة حلوة. اوعي تنسي اهلك، لو يعني ربنا يبارك لك فيهم، لو عايشين لو ميتين اوعي تنسيهم من الدعاء. بيقولك وولد صالح يدعو له فجعلونا ولاد صالحين. طبعا سلقنا اللحمة، عايزة تحطيها بقى في صلصة
تغليها برضو في السلطه تبقى عامله زي كباب الحله كده تمام. ما انتش عايزه حطيها على الوش واعملي الحركه اللي انا عملتها دي، فرقت مع الطعم جدا. حاجه كده تحفه من الاخر، وصينيه بسيطه وخفيفه وعملنا اكل العيد. انا مش لازم اعمل كفت ولحمه وحاجات كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.